اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنة وانتم طيبين وعيد ربيع عليكم بخير والبركة والرزق، ويا رب يجعل بيوتكم دايما عمرانة بالخير والرزق يا رب، اللهم امين. قلنا بقى طبعا ايه، احنا عارفين عيد الربيع وشم النسيم، قولوا بقى زي ايه ما انتوا حابين. سموه زي ما تسموه، هو ايا كان لازم ما ينفعش يعدي اليوم ده الا الرنجة والملوحة. وفي ناس بتبقى بتحب الفسيخ والبصل الاخضر بقى والخيار والخس والاكلات الحلوة الجميلة اللي بتخلي الواحد ي... يعني ايه كده يغوص في 3 4 ترغفة. ألف هنا وشفا ليكوا وعلى قلبكوا يا رب، اللهم آمين، ويجعله بالصحة والعافية علينا وعليكم يا رب، اللهم آمين. بنوتي بقى طلبت إيه، إن إحنا نجيب رنجة وملوحة اليوم دوّة. الأول اعترضت كده وقُلت لها لأ وبتاع، وبعدين قُلت إيه، طالما حاجة نِفْسهم فيها نجيب حتى لو حاجة بسيطة بس تراضي ولادِك. علشان طبعًا إيه، يعني ما يبقاش الناس كلّها جايبة بقى الأكلة ديّة وأنتِ بقى ما تجيبيهاش، مع إن إحنا لسه جايبينها قريب يعني ساعة العيد وكده، بس إيه، قُلت مش مشكلة. حتى لو حاجة بسيطة، برضه اسمها يعني إيه، لبّيت لهم إياهم يعني وكده. هنا بقى جِبت إيه، عيش صابح وجِبت رِنجة، وبصراحة الطريقة دي بالله عليكِ جرّبيها لو لسه ما عملتيهاش. الطريقة دي تحفة، تحفة، تحفة. الأول كنت باعملها على عين البوتاجاز كده على طول مباشرةً، وكانت بصراحة الزيت اللي فيها ده بينزل على العين، وكنا بندهول البوتاجاز، وبجد كانت يعني حاجة سيئة جدًا. تبُصّي تلاقي الدنيا كلّها دخان وريحة رِنجة، إلا موضوع الصينية ده. الله يبارك لها، الله يبارك لها صاحبة الفكرة بجد. آآ الأول كنت بتبقى بهدلة، الريحة بقى والدخان وزيت الرنجة ينزل على البوتاجاز ولازم تقعدي تصبّني في البوتاجاز، ومهما صبّنتيه برضه تلاقي الزيت سبحان الله كده متغلغل جوّه العيون وجوّه الحاجة. طب وليه ده كلّه؟ بصراحة من ساعة ما عرفت الطريقة دي وبقيت أعملها، بادعي لصاحبة الفكرة والله العظيم، ادعوا لها إن إن هي بجد نفعتنا وأنقذتنا من الموضوع دوّة. دي بقى الملوحة ما شاء الله اللهم بارك، كانت تحفة. ناعمة كده وحلوة جدًا، وطعمها حلو جدًا بصراحة. هي ما شاء الله كبيرة كده وفيها لحم كده لحمها ناعم وحلو، فكانت بصراحة حلوة جدًا وعجبت الولاد. بُصّوا باورّيها لكم من جوّه بقى، بجد. طبعًا في محلات كبيرة بقى وواخدة السوشيال والصيت جامد وكده، بس طبعًا إيه، إحنا بنجيب بقى من أي حد جنبنا كده، بس حد طبعًا نكون واثقين فيه وكويس ونضيف وكل حاجة. محل كده تكوني واثقة فيه إن هو حاجته نضيفة، فبتجيبي منه بتتعودي عليه يعني وبكده وبتأقلمي حياتِك عليه. لكن بقى أونلاين والكلام ده بصراحة ما ليش فيه. هنا بقى بانضّفها طبعًا، الأول وريتها لكم من جوّه بقى بُصّوا دايبة وناعمة ولحمها ما شاء الله حلو جدًا. أنضّف بقى القشر برّه كلّه بالسكينة كده زي ما إحنا شايفين، وابتدي بقى إن أنا إيه، أقطّعها بالمقص طبعًا كل ده وأنا سايبة الرنجة في الصينية على النار. إيه، أول ما ألاقيها بقى اتشوّحت من الجنبين كده أقلبها الجنب التاني وأطفي عليها. المهم إيه، تكون يعني اتشوّحت حلو على الجنبين. قطّعت بقى الملوحة هنا بالمقص كده، بصراحة المقص بيسهّل عليّا، الأول كنت باقطّع بالسكينة، لمّا لقيت إن المقص سهل اتعوّدت عليه صراحة. بتقطّعيها بقى الحجم اللي أنتِ عايزاه، المقاس اللي أنتِ عايزاه كده، على قد ما يعني المقاس اللي يعجبِك. وتحطيها بقى في طبق، حطيتها كده في طبق على جنب، وجبت بقى الرنجة برضه عملت فيها نفس الحركة. هنا طبعًا القشرة بتكون سهلة جدًا، بتقشّريها كده بتتقشّر بسهولة من ساعة طبعًا موضوع إيه، اللي هو التشويح على النار ده في الصينية. زي ما اتفقنا كده ما بيبقاش في دهولة، طبعًا أنا طول ما أنا شغّالة بازور طبعًا أنتم عارفين. الأكلة دي بجد تخلّي الواحد كده نِفْسه تتفتح للأكل بجد، ما تعدّيش بقى 3 4 ترغيفة جنبِك كده. وطبعًا ما أنا بصراحة مش باكلها بعيش ناشف، باكلها بعيش طازة. لازم يكون عيش صابح كده وجايباه من الفرن نفس اليوم، علشان طبعًا تاكلي براحتك بقى. لكن لو بايت بقى أو من الفريزر أو كده ما بيبقاش قد كده الصراحة. فحاولي إن أنتِ اليوم كده اللي ناوية تاكلي الأكل دوّة يكون عيش صابح، بجد هيفرق معاكِ كتير. جبنا بقى بصل أخضر، وبصل تاني من اللي هو الأحمر دوّة، قطّعته برضه كده في خَل،
وطبعًا الأكلة بصراحة اللهم بارك، يا رب ألف هنا وشفا لكل اللي كَل منها. قولوا لي بقى أنتم خرجتوا في يوم شم النسيم دوّة والّا أكلتوا رنجة وملوحة والّا عملتوا إيه بالضبط؟ طول ما أنا واقفة طبعًا بافصّص أي حتّة تعجبني أروح إيه، زقّاها على طول. هنا طبعًا قطّعت بقى طبق وهاقطّع الطبق التاني، طبعًا نفس الطريقة إن إحنا نقشّرها كده، طبعًا ده بتسهّل علينا إن إحنا نقشّرها كويس جدًا، بتكون كويسة كمان في التقديم أو في الأكل بسهولة كده، إن أنتِ بقى إيه، ما تقشّريش وهي في الطبق يعني. لو وصلتِ معايا لحد هنا بقى يا ريت بقى ما تنسينيش في اللايك والكومنت الحلو وتقولي لي رأيِك كده في الأكلة الحلوة دي يا ترى بتحبيها والّا لأ؟ أنا بصراحة يعني لو ولادي ما طلبوهاش صراحة ما باجيبهاش، بس باحبها. لكن هم اللي بيطلبوها صراحة. كل فترة كده ولمّا يكون في مناسبة زي كده طبعًا بيشوفوا كل الناس اللي حوالينا بيجيبوا الأكلة ديّة، الزحمة كانت على الراجل بصراحة، يعني ربنا يرزقه ويوسّع رزقه، بس كان عليه زحمة جامدة جدًا. الناس ما شاء الله اللهم بارك بيحبّوا ياكلوا الأكلة دي في يوم شم النسيم أو يوم عيد الربيع زي ما بنسميه. يعني كده ما بيصدّقوا إن هنا طبعًا أنا هنا إيه، شغّالة الله ينوّر. لإن دي حِتَت صغيّرة كده بتكون في السلسلة بتاعة الرِنجة، فمش هينفع إن أنتِ تحطّي حِتَت صغيّرة كده في الطبق، فهنا طبعًا إيه، بازورها أنا بقى، باقوم بالواجب. آآ طبعًا إحنا عارفين إن الأكلة دي طبعًا بتأكّل، يعني ما شاء الله بجد بتخلّي كده الواحد يتفتح نِفْسه وياكل غير الأكل التاني طبعًا بياخد حبّة كده وخلاص، رُز بقى طبيخ، مكرونة، الحاجات ديّة، لكن الأكلة دي صراحة اللهم بارك بالهنا والشفا لكل اللي كَل منها. ما تنسينيش بقى في الكومنت الحلو كده، كل سنة وأنتِ طيبة وأسرتِك بخير، ويا رب يعيد علينا وعليكم الأيام بخير. وطبعًا أحب أهنّي إخواتنا المسيحيين بعيدهم، وربنا يعني يفرّحهم يعني كل سنة وهُم طيبين، يعيد علينا وعليهم الأيام بخير. طبعًا إحنا بنهنّي إخواتنا ولكم دينكم ولي ديني. ده إحنا طبعًا بنهنّيهم زي ما هُم بيهنّونا في أعيادنا، كل سنة وهُم طيبين. هنا بقى باحُط زيت وخَل على كل طبق كده، وكان طبعًا ما عنديش طحينة، فهنا إيه،